طيب بصي انا هرد على كل اسئلتك. بالنسبه للفكره، انا بالنسبه لي الفكره مش واو، بس هي اتهرست مليون مره واتعملت مليون مره. وبرنامج بتاع بلايند ديت، في ناس عملوا بلايند ديت بالشعبي والناس متقبله الفكره وتمام. وانتوا اللي طلعتوا كلمه مصر وايجيبت، والناس اللي ساكنه في اماكن شعبيه والناس اللي ساكنه في اماكن راقيه يعني خلاص تمام. انا ضد فكره ان احنا نعمل الفكره دي بقى بطريقه نسيء للناس دي، اللي هو مثلا نجيب لبس سرسجي، نجيب اللبس بيها قوي. لا، هو انا لو عايزه اعمل حاجه باللبس الشعبي، خلاص يا جماعه اعملي ومفيش مشكله، لكن ما نسقش للناس دي ونقول ان احنا هنجيب الحاجات اللي هي الوحشه الياي اللي احنا مش هنلبسها عشان الناس الوحشين دول بيلبسوها. دي انا بعتبرها طبعا اساءه للناس دي وما يصحش. لكن هناخدها زي ما هم بيهزروا يقولوا دول من ايجيبت، واحنا نقول دول بقى مثلا من مصر زي ما انتوا بتهزروا كده وبتراوشوا. هنعتبرها ان هي ممكن تعدي، لكن نسيء للناس دي ونحاول نقل منهم ما هو الناس دي موجوده في حياتنا، والناس دي لينا اصحاب منهم وبنروح لهم وبيجوا لنا، والناس دي ولاد ناس، وزي ما قلت قبل كده متعلمين ومتربيين، وما يطلعش منهم اللي طلع. بالعكس، الناس الشعبيين دول ناس جدعان، يعني بيقال دايما الناس بتوع المناطق الشعبيه دي ناس جدع وبيقفوا في الظهر وبيقفوا جنب بعض. وما بتكلمش طبعا على السرسجيه والهمجيين دول. فده رايي في فكره العيد ميلاد. لو فرح كانت موجوده الحمد لله ان هي ما كانتش موجوده، لان لو موجوده كانت ممكن تروح، لان طبيعي ان اصحابها ممكن يعزموها على عيد ميلاد وتروح. وهي لو حتى كانت قالت لي على فكره العيد ميلاد كنت هشوف ان هي الفكره مش حلوه بس ما فيهاش ضرر. بس انا ما تخيلتش ان الموضوع يتطور ان احنا عشان نعمل حاجه زي كده. هو انتوا يا جماعه عشان تعملوا فرح شعبي ليه تجيبوا اسلحه بيضه؟ يعني معلش، هو برضو اللي في الفرح الشعبي ممكن يمسكوا اسلحه بيضه، دول هتلاقيهم بقى مثلا اللي هم مسجلين خطر مثلا او بلطجيه او كده. لكن برضو الناس الطبيعيين ما بيعملوش ده، لان مفيش حد برضو بيمسك حاجه زي كده. وبعدين دي اصلا اسمها في القانون حيازه سلاح ابيض، يعني ده المفروض ان هو لو حد اصلا اتمسك في لجنه ولقوا في جيبه حاجه زي كده هيتحبس، معروفه يعني. فطبعا دي حاجه طبعا مش صح. والحمد لله طبعا هقول تاني ان ربنا نجى بيسو الحمد لله، وربنا يرجع له حقه. واللي غلط وعمل فيه حاجه زي كده وكان يعني عايز يأذيه ومصمم ان هو يأذيه، لان اللي شفته في ايده والغرز اللي واخدها في راسه ده حد كان مصمم ان هو يأذيه واذى جامد. وانا ما اعتقدش ان بسبب خناقه ايا كان الخناقه اللي بيني وبين شخص توصل لمرحله ان انا اذي بني ادم بالطريقه دي عشان بيني وبينه خناقه. ايه اللي يوصلني ان انا اذيه، ان انا افكر ان انا هي حياته عشان بتخانق معاه او متضايق منه؟ هل لو وجود الاسلحه دي ما كانش موجود كان وصل الموضوع؟ ما كانش وصل طبعا لكده، لان وجود الاسلحه سهل على الناس دي ان هي تعمل ده. فطبعا يعني رايي بقى في توعيه الناس، يعني يا شباب يا بنات، مش هي دي الروشنه، مش هي دي ان انتوا تبقوا جامدين، مش حاجه لذيذه ان احنا نفرح على اذيه الناس. مش حلو ان انا عشان اعمل حاجه وتطلع ترند واكون مبسوطه بيها اذي ناس في مشاعرهم واقلل منهم. الناس اللي بيتابعوكوا دول مش كلهم على فكره الناس اللي بتوع ايجيبت، لا، هو في برضو ناس من مناطق شعبيه، وزي ما قلت لكم ناس جدعان والله، اجدع ناس من المناطق الشعبيه، وناس تقف في الظهر. ولو رفعتوا عليهم ده بتوع ايجيبت دول ممكن ترفعوا لهم سماعه التليفون ما يردوش عليكم اصلا لو انتم محتاجينهم. بس الناس دي ناس جدعه. وعايزه اقول حاجه، اغلبيه الشعب المصري اللي ساكنين في مناطق راقيه، احنا كان الاساس اصلا اهالينا ساكنين اللي بيقال عليها اماكن شعبيه، دي كانت زمان مش اماكن شعبيه. يعني الاماكن دي زمان كانت قصور وكانت فيلل، والناس اللي كانوا عايشين فيها كانوا ناس اغنياء وطبقه اجتماعيه عاليه. المجتمع اللي اتطور وغير وفتح اماكن جديده وسماها اماكن راقيه، بس طول عمرها مصر راقيه، وطول عمرها مصر فيها الناس الجدعه ولاد البلد، وفيها الناس اللي هي عايشه في الدور شويه ومتعلمه، وبرده ولاد البلد متعلمين. فعايزين نعمل حاجه ما نسقش الناس عشان ما نطلعش على كتاف الناس، ما ناذيش الناس اللي عامله فولو في منهم برضو ساكنين في اماكن شعبيه وده بيسيء ليهم. ما نقللش من الناس البسيطه حتى لو هم بيروحوا يشتروا لبسهم. على فكره الوكاله دي كلنا نزلنا الوكاله، كلنا. وانا بقول لكم انا من الناس اللي انا نزلت الوكاله، والناس صحابي قالوا لي عندهم حاجات وبتبقى براندات وبتبقى تحفه، وبنزل اجيب من الوكاله عادي. ده ما بيقلش ان انا انزل اجيب من الوكاله عشان اجيب حاجه وحشه خالص. فخلينا نعيش عيشه اهالينا، بلاش نعيش في الدور. كلنا ولاد تسعه، وكلنا ربنا خلقنا ربنا خلقنا طبقات فوق بعض، بس ما قالش ان احنا ندوس على بعض. يعني ربنا خلقنا في طبقات بس ما قالش بالعكس، ده ربنا خلقنا طبقات فوق بعض عشان نساعد بعض. طبعا ما كنتش اتمنى ان ده يحصل،
ما كنتش اتمنى طبعا ان عيد ميلاد مريم يتحول لكده، وما كنتش اتمنى ان الناس دي تتاذي، وما كنتش اتمنى ان بيسو يحصل له كده. الحمد لله ان ربنا نجاه. ويمكن اللي حصل ده رساله او مسج من ربنا لناس كتير كانت ممكن تمشي على نفس النهج، كانت ممكن تعمل حاجه. فاللي حصل ده زي ما نقول كده الارم او جرس انذار ان محدش يبقى يعمل تقليد اعمى عشان ياخد ترند او يطلع فوق حاجه. وتاني حاجه عايزه اقولها، صحيح الناس اللي بتقول انت بتتكلمي في الموضوع واعتقد ان دول تبع مريم او متخيلين ان انا ضد مريم فطالعه بهاجمها، انا كنت بتكلم على بيسو وبتكلم على الحوار بتاع الاسلحه، وانا مش بهاجم مريم، وانا زعلانه طبعا على اللي حصل لها. بس برضو اللي حصل ما كانش حاجه كويسه، كان المفروض يبقى محتاج تنظيم احسن من كده، وما كانش المفروض يبقى فيه اسلحه ولا حاجه زي دي. واتكلم على بيسو، اتكلم على بيسو، لو بيسو انا ما اعرفوش هتكلم على برضو الموقف، لان اللي حصل له ده مش حاجه سهله وما يتسكتش عليها، وممكن اي حد من ولادنا يتعرض لحاجه زي كده. واللي بيهاجمه ممكن اخوكي او قريبك، ابن عمك، ابن خالتك، يبقى في فرح ولا في عيد ميلاد ويحصل فيه ده، ساعتها هتبقي بتقولي ليه بتتكلموا عن الموضوع. هو الموضوع مش بسيط عشان نتجاهله وما نتكلمش فيه، لا هو موضوع كبير، وما اعتقدش انه هيمر مرور الكرام كده، ولازم اللي حصل لبيسو حق يرجع فيه.